السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا وكلنا بنحبها، وهي المخلل البتنجان. بس انا هعمله معاكم بطريقتين، الطريقة السريعة وطريقة التخليل العادية. بصوا يا حبايب قلبي، الطريقة السريعة دي اللي هي طريقة القلي. معلش المخلل هنا البتنجان هنا ايه، هقول لكم كلمة الحاجة تقول نيني نيني، ابني جابهولي فاجابهولي في احجام مختلفة، معلش. تمام. انا مسكته، قطعت الجزء بتاعه اللي من فوق ده وغسلته، وخدت الجزء اللي انا هقليه مسحته علشان الزيت ما يفرقعش، وحطيت البتنجان التاني السلق وحطيت له معلقه ملح زي ما انتوا شفتوا. قبل ما تقليه المفروض ان انتي تفتحيه الاول، تمام، علشان الزيت ما يفرقعش وانتي بتقليه. بصوا المخلل البتنجان المقلي ده يعني شروطه ان انت تعملي حاجه على قد الوجبه بتاعتك، لان ما ينفعش ان انت تعمليه بكميه وتحطيه في التلاجة هينشف معاكي، لان ده ما ينفعش ان هو يتحط عليه ميه. تمام. يعني انت لو جالك ضيف على غفله، حطي اللحمه في حله الضغط وتعالي اعملي اي فتح شهيه اللي هو البتنجان المخلل المقلي. حتى انت لاحظتي ان انا قليت كام واحده بس. انا مش بس انا بحب اكتر المسلوق يعني عشان السعرات الحراريه، بس لو جالي ضيف هعمله. بصوا حبايب قلبي، احنا جبنا فلفل احمر ضربناه في الكبه ونزلنا عليه بالثوم، ونزلنا عليه بحبه شطه، ونزلنا عليه بعصير ليمون، ونزلنا عليه بالخل. المخلل ده من الحاجات اللي بتحب الليمون وبتحب نكهه الحاجه اللاسع شويه، الخل والليمون فكتريه براحتك، هيديله طعم حلو. تمام. انا بالنسبه دلوقتي للمخلل للبتنجان اللي انا قليته، فتحته زي ما قلت لكم قبل ما اقليه، وقليت على قد الكميه اللي انا هعملها، وعملت دي هرست الشطه. تمام. ودلوقتي نزلت عليه بالليمون وهنزل عليه بالخل. بصوا حبايب قلبي، انت ممكن تجيبي البتنجان ده بكميه، يعني لما يكون سعره حنين وتاخديه نص سلقه وتطلعيه قبل ما يستوي استوى الكامل، وتعصري برده جواه ليمون وتحتفظي بيه في التلاجة عندك، وقت الاستعمال تطلعي تستعمليه. تمام. انا دلوقتي خدت عصير ليمون وحطيته بعد ما البتنجان اتقلى وبرد، حطيت جواه عصير الليمون. تمام. ونزلت دلوقتي بهرسة الشطه اللي انتوا شفتوها مكوناتها توم وفلفل احمر وشطه وملح وليمون وخل، وهحشي بيه العدد ده. هتلاحظوا ان انا لما عملته ما حطيتش عليه ميه. تمام. اما بالنسبه اللي احنا بنستعمل بيه طريقه السلق اللي هو اسمه التخليل، ده اللي بيتحط عليه ميه. ويستحب ان انت كمان على فكره لو عملتيه من قبلها بيوم، على فكره بيبقى طعمه حلو جدا جدا. مين زي بيحبه مع الباميه؟ اللي بيحبه مع الباميه يكتب لي في الكومنتات. ودي من احلى الحاجات اللي بتعمل فعلا مع الباميه مع الخضار الشتوي، بيبقى طعمه حلو جدا. احنا دلوقتي عملنا طريقه القلي الكام وحدايه اللي احنا عملناهم دول، وخلاص كده هنخش بقى على الايه النوع التاني اللي هو التمليح او التخليل. تمام. هيعجبكم جدا والله. بصوا دلوقتي احنا بالنسبه بقى للتخليل، احنا دلوقتي هنحطه. على فكره انا عامله لكم تكايه جديده، بشوف دلوقتي حاجه منتشره، الفلفل المخلل السريع. انا بعمله مع ده وبحطه في نفس ميه السلق. يعني انا بعد ما سلقت البتنجان وطلعته في ميه السلق، حطيت فلفل حراق ويا دوبك خد غلوه كده، ورحت طافيه عليه على طول، وخدت حبه من الخلطه ومع ميه التخليل حطيته عليه، ونزلت على علبه البتنجان، وحته برده من الهريسه دي حطيتها على الفلفل. واتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.